فعلا عايز دعائك يستجاب. بص وصية النبي عليه الصلاة والسلام هي ايه؟ قال لها سبحي 10، تمام كده، وكبري 10، وحمدي 10، ثم اسألي الله فيقول الله عز وجل لك قد فعلت قد فعلت. يعني أي دعوة أنت عايز الله سبحانه وتعالى يستجيبها لك، أنت مطالب بالحاجات دي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، أكبر 10 مرات، ثم أدعو بما شئت. أنا مصدقة كلام النبي. طيب ما هو انا بندعي بقى والدنيا ومش عارفه ايه، واصل ما بيحصلش، واصل ما بيجيش ما الدعاء له 3 حالات يا اخوات، يعني يا جماعه له 3 امور. يا اما يستجاب في الدنيا، يلا تمام، يا اما الله عز وجل يخفف بيه بلاء كان هيقع عليك فيخفف ويلطف بهذا القدر اللي كان موجود، او لا يستجاب في الدنيا ويستجاب في الاخره، وانت تتمنى وقتها انه يستجاب في الاخره. لكن ان ربنا يسيبك، لا تقول لك اصل انا بدعي ويحصل عكس ما انا بدعي. خلينا بقى في الشبهه دي بالله عليكم، عشان شبهه صعبه جدا، وان احنا نظن في الله عز وجل الظن ده. انا بدعي وبعدين بيحصل عكس اللي انا بدعي بيه. طيب فاكرين انا تقريبا 1 2 3 من 2012 تقريبا 2012 انا كنت عملت المحاضره ديت على جروبات الربانيه زمان جدا، وعدتها في 2017 على القنوات. بصوا يا جماعه، ساعه لما بتبقي خارجه وابنك يشبط فيكي، فاكرين ده؟ قايلين الكلام ده من 2012، وكان من ضمن الحاجات اللي ان الواحد يعني سبحان الله يعني يقول ده بيحصل عكس. اسمعي اللي انا هقوله لك، ابنك يشبط فيكي ويقول لك يلا طلع انا جاي معاكي، فواقفه على الباب، فانت بتاخديه عكس اتجاه الباب ويعيط ويدبدب. ما هو شايفك مش واخداه معاه وانت خارجه، شايفك واخداه عكس اتجاه الباب. انت هتلبسيه تقيل، جاكيت بس تقيل عشان الجو بره برد، بس هو ما يعرفش كده، ابنك ما يعرفش كده، هو شايف ان انت واخداه عكس الاتجاه. انا شايفه ان انا بدعي وبيحصل عكس اللي انا بدعيه، لكن مش هو ده، مش ده اللي الله سبحانه وتعالى مراده مننا، او ان مراد ان انت تفهم حكمه ربنا سبحانه وتعالى حتى لو انت شايفها عكس، حتى لو انا شايفها عكس. الله سبحانه وتعالى يقدر لنا الخير حتى لو انا ماشي عكس الدين، حتى لو انت ماشي عكس الدين، هي بتعدك، وهكذا اعداد الله سبحانه وتعالى للعباد. فما اجيش اقول انا بدعي ويحصل عكس، ابدا والله ما يحصل عكس ابدا. ده هي ربنا واخدك عكس الاتجاه اهو، عشان الام تلبس الجاكيت وتعدك للخروج، وبعدين وانت واقف بقى خلاص لبست ورايح، مدى تنطيط بقى العيل، شوفي فرحته ورايح وخارج مع امه، وهكذا. فاحنا ما نجيش نقول بندعي وما بيستجابش، بيستجاب. اديني قلت لكم حديث انس بن مالك لام سليم في الاول، سبحي 10، حمدي 10، كبري 10، ثم ادعوا الله عز وجل يستجيب لك، فيقول الله سبحانه قد فعلت قد فعلت. بدعي وبيحصل العكس، افتكر مثال الجاكيت والعيل وهو طالع كده وانت شايلاه جوه مدخلاه اوضه النوم عشان تلبسيه، وهو ظانن انك انت مودياه ومش واخداه معاك، وهو مش كده. واحنا نظن، استغفر الله يا رب، يا رب اجعلنا نظن فيك دايما الظن الحسن دايما. النقطه الثانيه من برضه استجابه الدعاء، لو عايز ربنا يستجيب لك صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفى همك ويغفر ذنبك. احنا عايزين ايه غير كده؟ ان الذنب يتغفر والهم يتشال. طيب بصوا كمان، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 4، اللهم اهدني وارزقني واغفر لي، اللهم اهدني واغفر لي وارزقني، قد فعلت قد فعلت قد فعلت. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، الله عز وجل يرد عليك ويقول صدقت 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 صدقت، اهدني اغفر لي اجبرني وارزقني، قد فعلت قد فعلت قد فعلت. الله عز وجل بيقول. فاحنا لازم يبقى عندنا يقين في كده، ان كان بياخدك عكس اتجاه الباب، وان كان بياخدنا عكس اتجاه الامر، وان كان بيودينا، بس احنا عندنا يقين في الله ان هو ده الخير لنا، احنا عندنا يقين في الله ان هو ده الخير.